باسمها لطاله ما فرقت الضعف اشاوس الهيله رجال المعضله لا تلجا عيد الليله قالوا يفعلون تاريخهم سامي ولا احد يجهله تاريخهم سامي ولا احد يجهله موردين العايله يا ضربنون بحد سيف ما ندم من ينقله عن غير قبر نعم ربعي يكرمون بجلهم التاريخ قبل بجله عنهم عدد ملاح في غر الميزون بارق وجال الرعد رجف وزلزله بارق وجال الرعد رجف وزلزله واعداد منهم في المساجد يسجدون واعداد من فك الكتاب ورتله يا مرحبا من قلب ولسان وشجون ولد من طعم العسل بالمنهله في حلة عنها العرب ما يكسرون عبر الليالي الماضيه والمقبله اسمها لطاله ما فرقت الضعف اشاوس الهيله رجال المعضله لا تلجا عيد الليله قالوا يفعلون تاريخهم سامي ولا احد يجهله تاريخهم سامي ولا احد يجهله موردين العايله يا ضربنون بحد سيف ما ندم من ينقله عن غير قبر نعم ربعي يكرمون بجلهم التاريخ قبل بجله عنهم عدد ملاح في غر الميزون بارق وجال الرعد رجف وزلزله بارق وجال الرعد رجف وزلزله واعداد منهم في المساجد يسجدون واعداد من فك الكتاب ورتله يا مرحبا من قلب ولسان وشجون ولد من طعم العسل بالمنهله في حلة عنها العرب ما يكسرون عبر الليالي الماضيه والمقبله في حلة عنها العرب ما يكسرون عبر الليالي الماضيه والمقبله عبر الليالي الماضيه والمقبله باسمها لطاله ما فرقت الضعف اشاوس الهيله رجال المعضله لا تلجا عيد الليله قالوا يفعلون تاريخهم سامي ولا احد يجهله تاريخهم سامي ولا احد يجهله موردين العايله يا ضربنون بحد سيف ما ندم من ينقله عن غير الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد سعدنا في هذه الليلة المباركة بتشريف التكريم الذي أقامه سعادة الشيخ سفر النويشر لأعضاء لجنة جائزة التفوق العلمي لقبيلة الجعدة لهذا العام 1438. ويسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الشيخ سفر النويشر، كذلك إلى أعضاء اللجنة، شاكرين ومقدرين لهم على جهودهم الغير عادية التي بذلوها وأظهروا فيها حفل الجائزة بمظهر مشرف يليق بالقبيلة. كما يسعدني أن أتقدم إلى الداعمين سعادة الشيخ سفر النويشر وسعادة اللواء عبد الله معيوض وسعادة رجل الأعمال عبد الله ناير وفهد بن عويض، شاكرين ومقدرين للجميع على دعمهم اللامحدود لهذه الجائزة. كما يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أبنائنا الصحفيين من صحافة ونشر وتلفزة وقنوات وسنابات، شاكرين لهم ومقدرين إظهارهم هذا الحفل المميز، وأتمنى للجميع التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. في هذه الليلة أثلج صدري ما قامت به اللجنة الخاصة بجائزة التفوق العلمي، ورأيت أنه هذا الحدث حدث كبير جدا بالنسبة على مستوى قبيلة الجعدة، وإني في هذه الليلة مستعد بدفع دعم لهذه اللجنة بمبلغ 50,000 ريال مستمرة إن شاء الله سنويا، وهذا الدعم إن شاء الله سيستخدم في تحفيز أبنائنا وبناتنا لنيل الدرجات العليا، وإن شاء الله من شهادات عالية إلى شهادات عالية أخرى إن شاء الله بإرادة الله. وشكرا. في هذه الليلة طبعا شرفنا بمقابلة الداعمين وعلى رأسهم الشيخ
القبيلة الشيخ عايد بن سعيد الدريد، وكان طبعا موجودا لمناقشة إن شاء الله الجائزة في أعوامها القادمة. وحقيقة الجائزة هي عبارة عن أقدر ألخصها في 3 كلمات. الجائزة هي رسالة تحفيزية تشجيعية تنافسية بين أبناء أفراد القبيلة، وهذا ما تم تحقيقه لله الحمد في صورتها الأولى. الجائزة أيضا هي عبارة عن مبدأ تكاملي اجتماعي أخلاقي إسلامي، وروعي ذلك من خلال الاعتناء والاهتمام بكبار السن ورواد التعليم من أبناء القبيلة وشيوخهم. الجائزة أيضا هي تقليد إن شاء الله يستمر كل عام بإذن الله في صور مشرقة وفي صور إن شاء الله ترضي الجميع وتشمل جميع أبناء وفئات وطوائف والقبيلة، سواء رجالا أو نساء، أبناء أو بناتا، صغارا أو كبارا. وفي الختام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد الليلة في هذا اللقاء في منزل الشيخ سفر وصل الله النويشر مع شيخ قبيلة الجعدة والأعيان الذين حضروا. حقيقة ما قام به الشيخ سفر بتكريم اللجنة المنظمة لجائزة التفوق العلمي، هذا يدل على أن الجهود التي بذلت من قبل اللجنة تستحق التقدير والعرفان، ليس من الشيخ سفر وإنما من كافة أفراد القبيلة لما قامت به اللجنة من جهود تشكر خلال الفترة الماضية بإنشاء جائزة التفوق العلمي لأبناء وبنات قبيلة الجعدة لأول مرة في تاريخ القبيلة. الكل سعداء. الصدى الذي لمسناه خلال الفترة الماضية كان رائعا من كافة الأطياف لأبناء وبنات القبيلة. أعتقد أن ما سمعناه من اللجنة ومن الحضور هذا المساء من أفكار نيرة، أتوقع إن شاء الله أن تتطور الجائزة خلال السنوات المقبلة، وأعتقد أن كل من لديه فكرة أو اقتراح لا يتردد في الاتصال باللجنة سواء عن طريق موقعها في الإنترنت أو بالاتصال الشخصي لتزويد اللجنة بالاقتراحات والأفكار، وكذلك كل من لديه بادرة للتطوع للعمل فاللجنة ترحب بالعمل من كل شباب وشابات أبناء القبيلة. اجتمعنا مجموعة بشيخ القبيلة، وكان هناك شكر من الشيخ القبيلة قدم للعاملين في تنسيق حفل الموهوبين، وكان حفل رائع ومما شجع القبيلة وأبناء القبيلة على الاستمرار في هذا الحفل.